السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. مفاجأة، هذا الحارس على أعتاب ريال مدريد. اقترب نادي ريال مدريد من التعاقد مع حارس جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتعويض تيبو كورتوا الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي وسيغيب على أثرها عن معظم الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان كيبا حارس تشيلسي هدافا لريال مدريد وبايرن ميونخ، لكنه رفض البافاري من أجل التوقيع مع الميرينجي. وأشارت إلى أن كيبا الآن على وشك الانضمام لريال مدريد ليحل محل كورتوا، وقد أبلغ بايرن ميونخ بذلك. وفي السياق نفسه، كتب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات للاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بتويتر: اتصل ريال مدريد بممثلي كيبا والمناقشات جارية مع اللاعب الذي يحرص على اكتمال الصفقة، وتم كيبا منفتح على الانضمام إلى ريال مدريد حتى لو على سبيل الإعارة، وتعمل إدارة الملكي على فهم الصيغة النهائية للصفقة التي يريدها تشيلسي. وبكده يكون انتهى الخبر. أتمنى أن يعجبكم، متنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.